طيبة إلى كل من شاهدني. معكم علي، رجعنا لكم حلقة جديدة وفيديو جديد. وفي هذه الحلقة أعزائي المشاهدين سوف نتعلم تفعيل أو تنزيل داونلود مانجر مع تفعيله ب يعني سيريال قانوني 100%، كأنك مشتري من الموقع رسميا، ولا تظهر لك مال إضافة الاسم والباسورد ولا هم يحزنون. برنامج جميل يكون كأنما أنت مشتري. نبدأ بتحميل الأمور التالية. اول شيء تحميل البرنامج، او قبل تحميل البرنامج كنت منصب البرنامج سابقا، فيجب عليك تنزيل فري داونلود هذا البرنامج الذي تستطيع من خلاله مسح البرامج. نضغط على فري داونلود وسوف ينقلك الى هذا الرابط، وبعد ذلك تضغط على داونلود وتنزل البرنامج. تختار مكان التنزيل من هنا، على الديسكتوب او اوكي. الآن يبدأ بتنزيل البرنامج معك عزيزي المشاهد. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية بعد الانتهاء من تنزيله نغلقه، نذهب إلى البرنامج نفسه، نضغط على تراي انترنت داونلود مانجر فور فري، ومن ثم نضغط على تثبيت أو تنزيل داونلود مانجر. والآن يبدأ بتنزيل داونلود مانجر. بعد اكتمال من هالخطوتين تذهب إلى ميديا أو تحمل منها السريالات، تحمل السريال وجاري البدء في التحميل. اكتمال السريال، هم تخلي مكان السريال بالمكان الذي تريد حفظه. طبعا بعد اكتمال من يعني التحميل واكتمال من يعني اكتمال تحميل البرامج، تذهبون إلى مكان البرامج أو البرنامج، ومن ثم هذا السريالات للبرنامج. سوون مجلد جديد لكي يترتب معكم، وتكتبون انترنت اوكي. وعلى ذلك تضيفون السريالات وتضيفون البرنامج وياه، وبعد يكتمل تنزيل البرنامج او ما يسمى انترنت داونلود مانجر. اكتمل التنزيل الآن. نعم، تخلي انترنت داونلود مانجر هنا. طبعا لديك الآن البرنامج وبرنامج يعني البرنامج المسح والسريالات. الآن نفك الضغط عن السريالات، نقول له اوكي. وهذه هي السريالات كما تلاحظون أعزائي المشاهدين. بداية الأمر تذهبون إلى يعني تنصيب برنامج المسح، يعني البرامج وتشغيل. الآن نستغرق دي شوية، رجاء انتظار. الآن يبدأ نغلق القائمة ويكتمل الآن استغرق لي شوية، رجاء انتظار. الآن ننتظر قليلا. الآن اكتمل من تنصيب البرنامج. تذهبون إذ وجدتوا داونلود مانجر. أنا طبعا ما منصب أصلا داونلود مانجر، يعني تروحون على داونلود مانجر وتقول له إلغاء الداونلود. بعد ما تلغي يعني البرنامج نهائيا، هذا البرنامج تستطيع مسحه نهائيا من الويندوز. بعد اكتمال من مسح البرنامج تذهبون إلى يعني البرنامج وتنصبون انترنت داونلود مانجر، وتختار أي لغة تريدها، مثلا العربية على ما يعني تواجد عليها. رجاء قراءة تلخيص هذا. نعم، ومن ثم نيكست وإنشاء أيقونة على سطح المكتب وأوكي. الآن يبدأ بإنهاء، سيفتح شوي ننتظره. يفتح البرنامج، إلغاء، ننتظر. هذا هو البرنامج. نذهب إلى التسجيل، ومن ثم تكتب اسمك الأول مثلا على سبيل المثال، واسم العائلة، وأي بريد إلكتروني بس تكون ما يصير كابيتال لتر.
والرقم التسلسلي الموجود لدينا سريالات، نختار أي رقم ومن ثم نضيفه هنا، ثم نقول له حسنا تفعل. بعد ذلك تروح على حول البرنامج وتقول له البحث عن تحديثات إلى يتوفر، يعني آخر نسخة للبرنامج انترنت داونلود مانجر. طبعا أخير نقطة، تذهبون إلى هنا يعني إلى جوجل، ومن ثم تذهبون إلى إعدادات، نعم، أو نذهب إلى الإضافات، وبعد ذلك يظهر لك يعني داونلود مانجر. يعني طبعا انت هترسل جهاز كمبيوتر، تقول له تمكين من هنا، نقول له تمكين غير يعني على مود يتمكن لديك داونلود مانجر. طبعا بعد اكتمال هالخطوات انتهى من تثبيت داونلود مانجر ومفعل مدى الحياة، ويمكنك التحديث ايضا. والى هنا ينتهي شرحنا لهذا اليوم، اتمنى ان كان شرحي مناسبا لكم. كان معكم علي الله وحفظه معكم الجديد. رجعنا لكم في حلقة جديدة، وفي هذه الحلقة سوف نتعرف على 3 متجرات موجودة في جوجل، وهذه المتجرات